السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحط لايك وتشترك في القناة، ويلا نشوف الفيديو. هنعمل السيالة أو الجيب السحري. ماشي، الجيب السحري اللي هو بيبقى إيه، اللي بيبقى في العبيان أو في البناطيل أو في الإيه، في الجبال. في الجبال. ماشي، هعمل السيالة الأول وبعدين هقول لك تعملي قد إيه أو تنزلي قد إيه من تحت الباط. عندي الطول دهوت 20 سم، الطول دهو 20 سم، فعرض 20 سم. يبقى انا هعمل خط بالطول 20 سم وهعمل عرض 20 سم، يبقى طول 20 عرض 20. هاجي وانا حاطه المسطره على 20 العرض، هقسم المسافه بتاعتي. ماشي، هقسم ال 20 لما اقسمهم هتبقى 10 سنتي و10 سنتي. انزل كام؟ 10 سنتي. يبقى انا خدت طول 20 عرض 20، قسمت ال 20 العرض ده همت 10 و10 ونزلت 10 سنتي، واوصل بقى الثلاث ايه نقط ببعض. ادي 1 2 ماشي، واقوم لفه بايدي، لا تعملها بمسطره ولا تبحري قوي قوي كده، وصليهم ببعض. واحده تقول لي بس السياله دي باين عليها ان هي كبيره قوي، لما بتتخيط ما بيبانش منها حاجه. يبقى انا هقص السياله بتاعتي بالظبط اهي. هحط السياله بقى على القماش بتاعي. اولا السياله ما بتطلعش الا من القصاقير، يعني واحده لسه ما طلعتش الكم ولا مطلعه لي السياله، لا لازم اطلع الامام والخلف وبعدين اطلع الكمام وبعدين اخلص الموديل بتاعي. دي بتطلع من القصاقير. اولا لازم الوش في الوش، لازما الوش في الوش، مفيش واحده تعمل لي كده كده، ما ينفعش. ماشي، لما اجي ادخل ايدي في السياله هلاقي وش وظهر مش الوشين. خلاص كده، يبقى انا هعمل الوش في الوش، الوش في الوش اهو، وقمت عامله السياله بتاعتي واقوم مدبساها. اهم حاجه بقى، اهم حاجه في السياله، احنا لما اتفقنا قبل كده قلنا نسيب 1 سم للخياط. هنا في ده اهو هسيب كام؟ 2 سم. هنا هسيب 1 1 1. خلاص كده، يبقى هنا هسيب 2 سم سم. واولا المساحه ده اهي اكبر من المساحه دي، ركزي على دي قوي 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 قوي. صح يا حاجه نهى؟ معاك السقف الحفله دي. انا اول مره احضر، ما اعرفش حاجه. ما هنا اغلبيه اللي بيجوا يخيطوا السياله بعد ما يقصوها بيتوه فيها اصلا. لما اجي اعمل السياله احط خطين هنا اهو. ليه بقى؟ عشان اعرف ان ده ده اللي هيتخيط، لان كل اللي بيجي يخيط بخيطها من هنا كده بتحسها ان هي مقلوبه. انا اول ما عملت كده، وكل اللي بخيط قال لي لو عملها صح. وادبسها بدبابيس. اولا انت ممكن تمسكي، حط ايديكي كده وتقومي قصها عادي. هجيب المسطره بتاعتي واقيس ال2 سم. انا ماشيه معاكي واحده واحده اهوت زي اللي انت هتعمليها بالظبط. اكيد احنا من هنا يعني عارفين ايه السم. واحده تقول لي يا ده شكلها كبير قوي، ممكن اعمل علامتين بالمارك، وممكن اقوم عاطيه فردين صغيرين كده اهوت تعرفني ان الجنب ده اللي هيتخيط. لان زي ما قلت لك بعد ما افكها واحده تيجي تقوم مخيطها لي الجنب ده، تيجي تحط ايديها فيها تلاقيها اصلا معوجه، بدل ما تنزل سرحه كده بتلاقيها ايه معوجه. ايه انا عملت فردين صغيرين اهمت عشان اعرف دي اللي ايه هيتخيط. انا نفسي والله بتوه فيه. عندي بقى العبايه بتاعتي من تحت الباط ما ازيدش عن 15 سم وما قلش عن كام؟ عن 12 سم. 12 سم ليه و15 سم ليه؟ لان في واحده طويله وفي واحده ايه قصيره. تحت الباط بتاعي بكام؟ 12 سم. 12 سم لو قصير، ولو 15 سم لو ايه لو طويل. واحده تيجي تقول لي بس ال 15 سم اصلا هيبقوا قصد صدرها تحت صدرها بشويه. طب ما انت هتمدي ايدها في السياله
هتيجي لحد الايه الارداف بتاعتها. لكن لو عملتي من خط الارداف هتلاقيها نازله قرب رجليه. بس انا اول مره عملت كده. في الجيب او في البنطلون بنزل من تحت الكمر بتاعي بكام؟ ب5 سم او 4 سم. ممكن تبقى من تحت الكمر ب2 سم. هو الطبيعي بتاعها لا بزيد عن 5 ولا بقل عن 2. انا بقى عندي هي جابت لي العبايه والعبايه اصلا متخيطه وعايزه ان انا اطلعها زي بعض. احسن حاجه عندنا ان احنا اتفقنا قلنا ايه؟ الافراد عليكي والافراد. قبل ما افك خالص، قبل ما افك الموديل بتاعها هاجي من عند الباط وانزل. اتفقنا كام؟ 12 سم او كام؟ 15 او 15. هدي الكام؟ 12 سم اهو. ده عشان دي ايه؟ واحده قصيره. خلاص. السيله بتاعتي كام؟ الطول بتاعها كام؟ 20. هنزل ال 20 سم اهو. العلامه هقوم عاملاها فراد اهو، واقوم عامله فرد اهو، واقوم عامله فرد. فكيت العبايه هعرف انا هحط ايه على ايه. زي ما احنا اتفقنا العبايه متخيطه من هنا، اصبح ان ده وش وده وش. يبقى ده الوش وده الوش، يعني الوش في الوش وده الظهر. لو انا جيت فكيت العبايه انا عارفه ان الفرد ده اهو قصاد الفرد ده اهو، العبايه رجعت لاصلها تاني. طب لو انا ما عملتش افراد هحط دي على دي ودي على دي، ما هو كل واحده لازم تتحط لوحدها. هاجي اجمعهم، ممكن الاقي واحده فوق واحده تحت، ماشي، وارجع افك من تاني. يبقى انا عندي الافراد بتاعتي ده وش واضح ان هو وش وده الظهر. هحط الجنب ده اهو على الوش، على وش العبايه، الوش في الوش، الوش في الوش برضه، ونروح نخيط. انا مش واخده هنا 2 سم خياطه، ماشي، هاخد سنت بس في الخياطه الوقت، والتاني هدرب السياله. هاجي من اهو واثبت القماش بتاعي واقوم راجعه وارجع اعمل دي برضو نفس الطريقه اهو، الفرد على القماش. خلاص كده يبقى انا عملت واحده هنا اهو، واحده هنا اهو، واحده في الجنب اليمين، واحده في الجنب الشمال، وارجع. شفتي بقى سهله ازاي عن المقفوله؟ اقوم جايبه الخط ده على الخط ده اهو، ماشي، الخط ده على الخط ده، هلاقي الاتنين ايه قصاد بعض. ايه اللي خلاهم قصاد بعض اصلا؟ عشان حطهم للوش. لا، عشان انا عامله فراد. لو انت مش عامله فراد اقسم لك بالله ما هتعرفي تطلعوا الاتنين قصاد بعض ابدا. وارجع بقى اخيطهم داير ما يدور، وانا في الاول هعملها غلط، ماشي، وارجع اعمل لك الصح اهو. انا هخيط هنا ايه من تحت الكتف كده ال 12 سم اللي انا فكيتهم او ال 15 سم، ماشي اهو، واقوم واخده دي كلها كده سنتي بقى الخياطه بتاعي. بس دي سهله، خلي بالك لان القماش ممكن اللفه ديت بتتعب شويه في الايه في الخياطه. واقول لك لو انت مستكبراها او اللي انت عاملاه لا قالت لك ده كبير، ممكن تعملها بدبابيس ماشيه عليها اهي، واقوم لفه الابره بتاعتي اولا. ايه اللي اصبح لي؟ الوش السياله باينه. انا السياله ايديا لتحت، لو انت كنت خيطتي دي كانت هتطلع كده مقلوب. عشان عاملاها كده طالعه. لا، هي لازم دي تكون تحت كده، عشان دي لما تحط فيها حاجه تكون مريحه لتحت. مش دي اللي تحت البط؟ دي اللي تحت البط. انا عاملاها اللي تحت البط. يعني السياله قصدي تكون نازله لتحت. ايوه، لما انت تعملي كده هتبقى عامله العكس، ده قصدي. انا كنت سايبه في الجنب كام؟ 2 سم. انا خيطت سنت خياطه صح؟ اصبح ايه؟ بنت لي. ايوه، السياله بنتني، انا مش عايزه السياله تبان.
يبقى انا هاخد سنتي كمان اللي انا كنت سايباه. اخيط القطعه دي عشان ما يضيقش من على الصدر، مش هاخد ال2 سم من اول فوق اهو وانزل. جيت من تحت البط بقى على ما فيش ونزلت جونت 1 سم اهوت، دخلت على 1 سم وقمت داخله على بدايه السياله عشان السياله ما يضيقش من جوه، وقمت جايه قلبه القماش وعامله زي ما انا عملت من فوق برضو. جيت على الخط بتاع الديل من تحت على ما فيش وطلعت على 1 سم عشان اخلي السياله ما تبانش اهو. انا في الوقت كنت بقول لهم يعني كانت وفاء عاملاها غلط ونعمه عاملاها غلط، يا رب يكون وصلهم المعلومه الصحيحه. حضرت السياله يوم سنه اصبح عندي ان هي الايه الدار. يبقى انا هاخد سنت في الخياطه وما اجي اقفل بقفل ايه السنت التاني. كل ما تدخلي كل ما السياله بتضيق زياده، يعني مش بتضيق ان انت تعرفي تدخلي ايدك ما بتبانش. طيب واحده بتيجي تقول لي ده السياله كبيره العمق بتاعها كبير، انا عايزه السياله تبقى على قد ايدي عشان لو حاطه فلوس او حاجه ما تقعش. وما تجيش تقول لي بقى انا شفتها في بتاعه والدتي حته مربعه، احنا زي ما احنا عاملينها هو دي مقاسات. اضيق ازاي السياله نفسها الايد نفسها. هاجي زي ما انا ماشيه. مش حضرتك كنت رسمت لها باترون يا ميس؟ انا رسمت لها باترون. القيمه دي كام؟ تقريبا كده 18 سم لان خدت سم خياطه وسم خياطه. كل ما هنزل بيها هدي وحاولي تنضفي قماشك باستمرار وما تشدوش زي ما انا شده كده بمقص او بالقصافه الايه بتاعت الخيط. بس احنا طالما عينه يعني كل ما تحطي ايدك كل ما تلاقيها ايه، كل ما تنزلي لتحت كل ما تلاقيها ده اهي ولا باينه ولا اي حاجه. كل ما تنزلي تحتك كل ما تدخلي لجوه كده كل ما السياله ايه ما بتبانش. عايزه ان هي ما تبانش هاجي من الخياطه كده اهو كده اهو وانزل كده خلاص كده واعمل، يعني مش هعمل من هنا وما اعملش من تحت، لازم اعمل من تحت برضه اهو واجي على تحت. لان انت احيانا بتبقى العبايه سمراء تقول لك اقرب لون لها وحط لي سياله، مش كل واحده مثلا جايبه لك العبايه تقول لك اعمل لي سياله من نفس القماش. احيانا كتير لا، ما هو في ناس لان هي اصلا بص هقول لك على حاجه، اعملي في القماش الشديد يعني مثلا قماش قطيفه، ما تجيبيش مثلا قماش فسكوز وتعملي لي سياله وتكون القماشه قطن او القماشه اللي هي الفسكوز اساسا كده اصلا بترخي ليها. اهم حاجه بس ما تنزليش من هنا اكتر من 15 سم ماشي. اولا لو 15 سم انت ما تقيسهمش من هنا، انت لما الايد بتدخل 15 سم بيبقوا هنا كده، لما تحطي ايديكي هنا هتبقى فين على اردافك هنا. لكن لو نزلتي تحت كل ما تنزلي كل ما السياله بتنزل ايه لتحت. خلاص كده في اي استفسار فيها؟ خلاص كده فيديو النهارده.